السلام المتتبعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. حلقة يوم الخميس واللي غيكونوا فيها احداث شيقه. من بين هاد الاحداث فهار اللي غتفقد الوعي ديالها في المحطه متاثره بانيس اللي مشى وخلاها، وغنشوفوا حتى اسماعيل اللي غيبدا يحقق في الجريمه ديال ايهان وغيمشي عند صالح باش يحقق معاه حيتاش كيشك فيه هو وسلطانه باللي راه عندهم علاقه بجريمه قتل ايهان. وغنشوفوا حتى محجوبه اللي غترحل من الدار من وراء ما جرات نعيمه على الياس وغتبغي تزوج به. نتمنى تعجبكم هاد الحلقه وفرجه ممتعه. البدايه غتكون مع سلطانه وميسون اللي غيكونوا مازال كيقلبوا على ديك الطانقه ولكن ما لقاوهاش. ميسون غتقول ليها صافي انا بارك عليا من التقلاب. سلطانه غتقول ليها لا ما يمكنش، انا راه غيخرج ليا العقل، ضروري خصنا نلقاو هاد الطانقه. ميسون غتقول ليها علاش ضروري خصنا نلقاوها؟ هادشي راه ماشي منطقي، اصلا ايهان راه ما غيلقاوش، ما كاينلاش تحمقي راسك مع هاد الطانقه. ميسون ما عارفاش باللي الشرطه لقاو الجثه ديال ايهان، السيده ما في خبارها والو. سلطانه غتقول لها ميسون الشرطه راه لقاو ايهان. هنا ميسون غتصدم، غتقول لها شناهو؟ واش انت داويه بصح؟ علاش ما قلتيش لي هادشي؟ واش انا وحده غريبه خالتي؟ سلطانه غتقول لها باش ما تخافيش وما تبقايش موسوسه. ميسون غتقول لها فحال دابا انا ما خايفاش وكاع ما موسوسه. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا بهار اللي مازال في المحطه، غتقول في خاطر انت راك مشيتي دابا ولكن انا ما غنمشيش، ما غنخليكش انيس، واخا تمشي من المدينه واخا تخليني انا ما غنساكش، واخا تنساني انت كيفاش بعدا نقدر ننساك؟ كيفاش نقدر ننسى صوتك وعينيك والهضره ديالك؟ شوفني انا غنبقى نتسناك هنا ديما وغنبقى كنتسناك وكنبغيك. هنا غيجي عندها العساس ديال المحطه وغيقول لها انت شنو كديري هنايا؟ هاد البلاصه راه خايبه بزاف عليك. بهار ما غتجاوبوش كاع، غيقول لها راه كنقول لك بنتي هاد البلاصه خطيره. غنرجعوا مره اخر عاد السلطانه اللي غتقول شحال انا مكلخه، واش كاين شي واحد كيدير طانقه وهو غادي يدفن شي واحد؟ غتقول لميسون ما تخافيش انا غادا نتحمل هادشي كامل، وحتى الا طرات شي حاجه غنقول لهم انا اللي درت هادشي كامل، ما نقدرش نخليك ترجعي مره اخرى للسجن. ميسون غتقول لها ما تفكريش في هادشي خالتي، اصلا حنا غير مكبرين الموضوع، واش الطانقه مكتوبه فيها سميتنا؟ غير خوي راسك من هادشي خالتي. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا اسماعيل وجنكيز اللي غيمشيو عند الام ديال ايهان باش يحقوا معاها. الام ديال ايهان غتدخلهم للدار. اسماعيل غيسولها وغيقول لها خالتي واش ايهان عنده شي عداوه مع شي واحد اولا عنده شي كريدي؟ عمرو قال لك شي حاجه فحال ما هكا؟ الام ديال ايهان غتقول ليه ما عارفاش ولدي، ايهان ما كانش كيعاود ليا شي حاجه فحال ما هكا، اصلا هو ما كانش كيجي للدار كاع. اخر مره شفت فيها ايهان قال لي بلي راه صالح غيقلب لي على خدمه. اسماعيل غيقول لها واش اللي كيصاوب الطوموبيلات؟ الام ديال ايهان غتقول لي هذاك راه عاونا بزاف من ورا ما غبر ايهان، وكانش مع حتى واحد المراه اللي كدير الخير. هاد الناس ديما كانوا كيسولوا فينا وعطاونا حتى الفلوس. جنكيز غيجبد ديك الطانقه وغيوريها ليها وغيقول لها واش فيت لك خالتي شايفه هاد الطانقه؟ زعما تقدر تكون ديال الحبيبه ديال ايهان؟ الام ديال ايهان غتبقى تشوف ديك الطانقه. من بعد في مشهد اخر غنرجعوا مره اخرى عند بهار اللي باقا جالسه في المحطه ديال التران. العساس ديال المحطه غيكون باقي واقف عليها، غيقول لها واش باغا تبقاي هنا حتى للصباح؟ راك غتمرض يا بنتي. ولكن بهار ما غتجاوبوش، غتكون كتفكر الهضره ديال انيس. انا كنت غنحارب بكل شي على قبلك بهار، انت باغانا نساليو؟ صافي نساليو. داك العساس غيقول لها بنتي انت راك ماشي بخير، واش عندك والديك نصوني ليهم؟ بهار غتقول ليه لا انا ما عندي حتى حد. هنا بهار غتنوض وغتمشي. بهار ملي غتكون غادا غتفكر ملي قالت لانيس ما تمشيش يا انيس، كنوعدك انا ما غادا نخاف من حتى حاجه، كنوعدك ما غادا نهرب من حتى حاجه، عافاك ما تخلينيش. وانيس قال لها انت تعطلتي بزاف. هنا بهار غتفقد الوعي ديالها وغطيح في الارض. داك العساس غيجي كيجري عندها وغيبدا يفيق فيها. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا جوليا اللي غيجي عندها محمود امير وغتقول لي واش ما صونيتيش لبهار، واش كاع ما سولتي فيها؟ محمود امير غيقول لها لا. جوليا غتقول لي شوف راه انيس مشى وخلاها، وحتى نتوما راه ردات الفعل ديالكم زدتوا فيها شويه. هنا محمود امير غيجي اتصال من عند بهار. جوليا غتقول لي يلاه جاوب محمود امير. محمود امير غيجاوب على المكالمه ديال بهار. داك العساس هو اللي غيكون اتصل به، غيقول لي انا راه لقيت النمره ديالك في التليفون ديال بهار وصونيت لك، انا راه من المحطه ديال التران، البنت راه حالتها خايبه وقيلا انت الاب ديالها. بهار اللي غتكون مغطيه وناعسه في المحطه. محمود امير ملي غيسمع هاد الخبر غيتصدم وغيتخلع، غيقول داك العساس هي في اشمل محطه كاينه. العساس غيقول ليه فين كاينه بهار. محمود امير غيقول لي صافي واخا انا جاي دابا. هنا غيمشي كيجري، غيركب في الطوموبيل ديالو غيمشي نيشان المحطه باش يشوف بنته بهار مالها. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا صالح اللي غتصل به السلطانه وغتقول لي انا راه كنت دايره واحد الطوانق في ديك الليله اللي تفنى فيها ايهان وراه ما بقيتش لقيتهم، وقيلا طيحتهم في الطوموبيله ديالك. صالح غيقول لها غير مؤخرا غسلت الطوموبيل ديالي ما لقيت فيه حتى شي طوانق.
صالح غيقول لها هما لقاو الطوانق تما، كيفاش غيعرفوها ديالك؟ ما تخافيش راه ما غيعرفوش. في هاد اللحظه غيجي اسماعيل وجنكيز. صالح غيتصدم ملي غيشوفهم. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا محمود امير اللي غيكون وصل المحطه ديال التران، غير هي ما غيلقاش بهار تما. غيتلاقى مع داك العساس ديال المحطه وغيقول لي انا اللي اتصلت بك سيدي، راه مشيت نجيب ليها الماء وملي رجعت ما لقيتهاش. هنا محمود امير غيمشي كيجري. غنرجعوا مره اخرى عاد صالح غيقول لي اسماعيل منين وانت كتعرف ايهان؟ صالح غيقول لي كنعرفو من مارسين، ولكن انت علاش كتسول شنو واقع؟ اسماعيل غيقول لي وكتسولني علاش كنسول فيك؟ انت راك كنتي كتقلب لي على خدمه ومن وراء حتى غبر السيد الام ديالو مشات باش تعرف على الجثه ديالو وانت كنتي معاها تما وعطيتيها حتى الفلوس وكتسولني علاش؟ صالح غيقول لي انا راه قلت لك كنعرفو. شنو فيها؟ راه باينه باغا نتخلاش على الام ديالو. شنو فيها الا عاون جها بشويه الفلوس؟ هنا اسماعيل غيلوي ليه يدو وغيقول لي اسمعنا صالح، اول حاجه انا راه ماشي خوك، وثاني حاجه انا عارفكم ماشي من دوك الناس اللي كيديروا الخير، وثالث حاجه انا غنبقى حاضيكم وفي الاخر ما غاديش تفلتوا مني. طلب الله ما يكونش عندك ايد في هذا الشيء. اسماعيل غيطلق صالح وغيمشي هو وجنكيز. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا بهار اللي غتكون مريحه حدا البحر وغتكون حزينه بزاف على الفراق ديال انيس. غتبدا تفكر كاع الذكريات الزوينه اللي دوزت معاه وكاع الايام الحلوه اللي عاشوا مع بعضياتهم وكاع الخرجات اللي كانوا كيديروا، وحتى ملي مشاو خلاها ونهار الخطوبه ديالهم وملي قالت ليه تزوج بيا، وحتى داك النهار اللي مشاو فيه السينما وتفرجوا في كاع الذكريات ديالهم. بهار مسكينه غتبقى سارحه في هاد الذكريات كاملين. شويه غيجي عندها محمود امير وغيعيط عليها بهار، غيجلس حداها وغيقول لها واش انت بخير بهار؟ خلعتيني عليك، انا قلبت عليك في اي بلاصه. بهار غتقول ليه راه انيس مشى بابا، اول حاجه نتوما كاملين عطيتوني بالظهر ومن وراها حتى انيس مشى. محمود امير غيقول لها يلا هنوضي نمشيو للدار. بهار غتقول ليه خلينا نبقاو هنا شويه. محمود امير غيقول لها واخا وغيعنقها. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا محجوبه اللي غتكون فاقت بكري ومشات تودع اختها صافيه اللي غتكون مازال ناعسه. محجوبه غتكون كتبكي وغتقول ليها كنتمنى تسامحيني، انا عارفاك غتسامحيني. محجوبه غتمشي حتى عند حنيفه باش تودع معاها، غتقول لها الحبيبه ديال عمتها ما تقلقيش ماماك وردي ليها البال. محجوبه غتكون حزينه بزاف على الفراق ديال عائلتها، غتخرج من الدار بلا ما دير الحس. ملي غتكون غادا غتشوفها نعيمه غتقول لها محجوبه فين غادا؟ محجوبه غتخلع. نعيمه غتقول لها راه قلت لك فين غادا. محجوبه غتقول لها انا غادا في حالي. هنا محجوبه غتمشي وغتكمل طريقها ونعيمه غتبقى تغوت عليها محجوبه وغتتبعها. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا ميسو اللي غتكون هابطه من الدروج وكتغني وغتلاقى بفيزا اللي غتكون هازه الحوايج المصبنين ديال ميسون غتقول لها انت شنو درتي؟ راك صبنتي الحوايج كاملين مع بعضياتهم، راه كاينين شي حوايج كيطلقوا اللون. فيزا غتقول لها انا ديما هكا كنصبنهم. ميسون غتقول لها شوف البيجامه ديالي كي نقيه حيت انا اللي كنغسلها بايديا، ملي كنتي كتصبني ما لقيتيش شي طانقه راه طيحاتها خالتي. فيزا غتقول لها لا ما شفتهاش. في هاد اللحظه غيجي محمود امير وبهار. دنيا ملي غتسمعهم جا وغتهبط. ملي غتكون غادا غتدخل في ميسون غتبدا تغوت عليها. دنيا غتمشي عندهم وغتقول محمود امير بهار شنو كدير هنا؟ محمود امير غيقول لها ماشي الوقت ديال هاد الهضره. دنيا غتقول ليه كيفاش ماشي وقت الهضره دابا؟ وامتى؟ فحال راك نسيتي شنو دارت. محمود امير غيقول لها واش ما شفتيش الحاله ديالها كيفاش دايره؟ دنيا غتقول ليه شفتها ولكن داكشي اللي دارت راه كاع ما كيشفع عليها. ميسون في هاد اللحظه غتقول برافو حماتي. محمود امير غيقول دنيا سكتي. دنيا غتقول ليه يا ريت كنت بنتك، انت درتي نفس الحاجه مع ميسون، واخا كانت كدير اللي كدير انت كنتي كتسامحها ديما. ميسون غتعصب وغتقول لها انا شنو دخلني في هادشي؟ دنيا غتقول لمحمود امير بهار خاصها تدفع الثمن ديال داكشي اللي دارت. محمود امير غينوض وغيقول لها دنيا راه قلت لك سكتي، انا راه ما سامحتش لبهار، ما بغيتش نبقى نسمعك كتقولي لها فحال هاد الهضره وهي الحاله ديالها دايره فحال ما هكا. دنيا غتقول ليه والا ما سكتش حيت هاد المره ما غاداش نسكت، بهار دارت هادشي كامل من ورا ظهرنا. هنا بهار غتعصب وغتقول لهم بركه. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا محجوبه اللي غتركب في الطوبيس. نعيمه غتكون مازال تابعاها. هنا محجوبه غتركب في الطوبيس ولكن نعيمه غتشد ليها الشنطه ديالها. الشنطه غطيح في الارض وغتشتو الحوايج ديال محجوبه غتقول لها واش عجبك هادشي دابا؟ نعيمه غتقول لها فين غادا ومديه معاك الشنطه ديالك؟ محجوبه غتقول لها انا غادا نتزوج بالسي الياس. هنا نعيمه غتصدم غتقول لها غادا تزوجي بالسي الياس؟ هو باغيك بعدا سولتيه؟ محجوبه غتقول لها هو راه كيبغيني ولكن ما قادرش يعترف ليا. نعيمه غتقول لها انت راك حمقى، هو ما قادر يقابل حتى راسو ولا بناتو، انت واش خرج لك العقل؟ انا ما غاداش نخليك تمشي، يلا زيدي اجي معايا للدار. هنا غيبقاو يتجاروا، نعيمه كتجر ومحجوبه حتى هي كتجر.
في الاخر غتمشي محجوبه وغتخليها. من وراها غنرجعوا مره اخرى عند بهار. غتقول دنيا انا خبيت عليكم شي حوايج، بصح انا ما قلتش لكم راه جدي مدفون في الجرده، ولكن انا درت هادشي باش نحمي الحبايب ديالي اللي كنت مسمياهم العائله ديالي. هنا دنيا غتضحك وغتقول ليها شنو نديرو حنا دابا بهار؟ واش بغيتينا نسامحوك حيت قلتي لينا هاد الهضره؟ بهار غتقول ليها علاش؟ واش انت ما درتيش نفس الحاجه؟ انت اكثر وحده خاصك تفهميني، ما خبيتيش الحقيقه باش تعتقي ماماك، وبابا حتى هو ما بقى ساكت باش حتى هو يحمي الام ديالو. كيفاش نسيتو هادشي دغيا؟ يلاه جاوبوني. هنا دنيا غتفكر ملي كانت كتقول الام ديالها ما تخافيش يا ماما، حنا غندوزو من هادشي، خاصك غير تصرفي كيف ما في الدار كيف ما في السبيطار. وحتى محمود امير غتفكر ملي كانت الام ديالو كتبكي وكتقول ليه انا شنو غندير ولدي بهاد الحاله اللي انا فيها؟ ما نقدرش ندخل السجن، انا راه غادا نموت تما، اعتقني يا ولدي ما تخليهمش يديوني، انا خايفه بزاف، انا راه الام ديالك ولدي هربني من هنا. وغيتفكر حتى ملي قال ليه انس انت باغي تهرب الام ديالك، وهو قال لي ما عندي حتى شي حل اخر، هي راه مريضه بزاف ما غتستحملش السجن. بهار غتقول لهم ما عرفتش باش انا كتهموني، وليت انا اللي غالطه حيت سكت على قبل الناس اللي كنبغيهم. ميسون غتقول لها انت اثرتي فيا بزاف، عينيا غرغرو، واش ماشي انت اللي حرشتي عليا السجينات وضربوني؟ راه قطعوا لي شعري وخشاو لي في فمي. محمود امير غيقول لها شنو كتقولها ميسون؟ ميسون غتقول لي انا كنقول الحقيقه. هنا دنيا غتبقى غير كدور في هذوك العينين عندها حيت هي اللي حرشات دوك السجينات على ميسون بسميت بهار. بهار غتصدم ملي غتسمع هاد الهضره اللي قالت ميسون. غتقول لميسون هادشي كامل اللي قلتي حتى شي كلمه منه ما صحيحه، انا ما عارفاش شنو عشتي في السجن، كيفاش متيقه باللي هادشي اللي طرا لك راه بسببي انا كنت معتبرك الاخت ديالي، عمرك شفتيني اديت شي واحد؟ هنا بهار غتقول لهم كاملين صافي واخا الا كنتو كاملين كتشوفوني انا غلطه صافي غنمشي في حياتي، ولكن ديروا في بالكم باللي راه حتى واحد فيكم ما باري اكثر مني. هنا بهار غتمشي وغيتبعها محمود امير. محمود امير غيشدها من ايدها وغيقول لها بهار خلينا نهضروا شويه. بهار غتطلق منه وغتمشي في حالها. هنا محمود امير غيتصل بميرفات وغيقول لها راه حالتها خايبه بزاف. ميرفات غتقول لي علاش شنو طاري؟ محمود امير غيقول لها راه انيس مشى وخلاها وقرر يستقر في سويسرا. بهار ولات حالتها خايبه بزاف. ميرفات غتقول لي امتى طرا هادشي؟ انا ما كان عندي حتى شي اخبار. محمود امير غيقول لها اليوم كنت جاي عندك باش نقول لك هادشي، ولكن بهار كانت حالتها ماشي بخير، كان خاصني ضروري نبقى معاها، الا جات عندك قوليها لي صافي. ميرفات غتقول لي ضروري، واخا كتبان لي محال غتجي عندي. محمود امير غيقول لها راه كيبان لي ضغطنا على بهار بزاف، هي راه دازت من ايام صعيبه بزاف، الا جات عندك عطيها فرصه وهضري معاها، بهار راه انسانه طيبه بزاف. ميرفات غتقول لي انا مقلقه شويه محمود امير، انا عارفه بهار بنت ظريفه. هنا ميرفات غتقطع المكالمه وغتقول بحالي انا اللي ما باغاش نسامح بنتي حيت هي عارفه راسها شنو دارت مع بهار ملي قالت ليها راه كنتي في حالك بحال ميسون دابا. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا دنيا اللي غتكون كتشوف التصويره ديال الام ديالها وكتبكي وكتقول علاش خليتينا الام ديالي؟ كاين شي واحد كيمشي وكيخلي بنته؟ توحشك بزاف ها ماما. هنا غيجي عندها علاء وهدى غتشوفها كتبكي غتقول لها مالك يا ماما؟ دنيا غتقول لها لا لا ما كاين والو، انا غير توحش جداكم. هدى اللي غيكون برا ليها وجهها وتحيدات منه ديك الزروقيه. دنيا غتقول لها دوري عندي نشوفك بنتي الزوينه، انت راك زوينه بزاف. هنا دنيا غتبقى تمدح في هدى غتقول لها راك حتى انت يا ماما زوينه. هنا دنيا غترجع ليها الابتسامه ديالها وغتقول لهم انا كنبغيكم بزاف، نتوما بالنسبه ليا كلشي، ما نقدرش نعيش بلا بيكم. هدى غتقول لها انا غنمشي دابا المدرسه، ولكن انت يا ماما ما تبقايش تبكي. هنا هدى غتمشي وعلاء غيبقى مع دنيا. غتقول لي الحمد لله رجعت ليها الابتسامه، انا راه خفت بزاف حيت كان كيسحب ليا ما غترجعش الوعي ديالها. ولدي انت ضروري خاصك تمشي من هنايا، خاصك ضروري تمشي برا البلاد، انا ما قادراش نواجه سلطانه وميسون محدك انت باقي هنا. علاء غيقول لها شوف يا ماما انا ما غنخليكش انت وهدى بوحدكم هنايا، واش ما شايفاش الحاله ديال بنتك كيف ولات؟ مادام انت معنا راه نقدروا نتجاوزوا اي حاجه. وهنا غتكون سالات الحلقه ديالنا، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ولو غير شويه، ما تبخلوش علينا بلايك والاشتراك، تسناو الحلقه ديال يوم الجمعه ان شاء الله، راه فيها شي احداث زوينين غتعجبكم. ويلا بسلامه عليكم.